اللي مش بيعرف ياخد قرض من فاست لون ما يلومش على التطبيق، يلوم على نفسه. تطبيق فاست لون بيديك لحد 29,800 جنيه، بس للأسف كل المطلوب منك عشان تاخد القرض ان انت تديله معلوماتك الشخصية، صورة البطاقة، صورة سيلفي، جهات الاتصال بتاعتك، معلوماتك المصرفية، حسابات السوشيال ميديا، كل حاجة على تليفونك ياخدها التطبيق. وبعد كده تطلب القرض اللي انت عايزه، حاجة بسيطة جدا. هتقدر تاخد القرض لحد 600 جنيه يا سيدي على 5 ايام، وتدفع منهم 1050 جنيه بعد 5 ايام. ولو مدفعتش عادي جدا هننشر صور مراتك وبنتك وزوجتك على مواقع الفيسبوك ونهددك، وممكن نبعتها لجهات الاتصال بتاعتك ونقول لهم ان انت ناصب على التطبيق وكنت مدخلهم ضامنين معاك في التطبيق. وطبعا الناس ديت هتتصل بيك وتقولك ازاي وما ينفعش كده ولازم تسدد، والتطبيقات دي شكلها مش كويسة وممكن يعملوا لك فضايح وتندم ندم عظيم جدا ان انت قدمت على فاست لون. فاست لون زيه زي تطبيقات كتيرة جدا في مصر، كل همها الداتا، اخد منك معلوماتك الشخصية، صور، فيديوهات، خصوصا بقى لو بنات، خصوصا لو حضرتك متجوز، خصوصا لو عندك اولاد او عندك بنات، خصوصا لو انت بتسافر المصيف كتير، خصوصا وعندك صور بالعبيط على تليفونك ومحافظ عليها، والتطبيق دخل سحب كل حاجة عشان يقولك هديك كارت. للأسف الشديد كل التطبيقات دي بتسرق بيانات بس، مبتديكش اي حاجة. لو ما كنتش تعرف المعلومات ديت وعرفتها مني، شير ولايك وسبسكرايب، حذر غيرك من تطبيقات القروض الشخصية في مصر.